صباح الخير لكل اللي عم يسمعنا عبر التردد 103.5. أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير لكل المستمعين اللي عم يشاهدونا عبر البث المباشر، أيضا للي عم يسمعونا عبر التردد 103.5. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون وزملائي بالكنترول. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. معكم نحن بسلسلة من الحلقات بما يخص الإرشاد النفسي أو التوعية النفسية. حلقة جديدة وضيف جديد أكيد. اسمحوا لي رحب بضيفنا ولحتى نبدأ تفاصيل الحلقة. بداية ضيفي بالاستديو هو الاستشاري بالصحة النفسية والعقلية السيد عبد محمد بركو. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور لكل المشاهدين وأهلا وسهلا بكم. مستمعينا، طبعا مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة أنه راح تكون في هناك سلسلة حلقات يخص بمجال الصحة النفسية والدعم النفسي. طبعا هي البرنامج هو مدعوم بمنظمة دولية. اليوم موضوعنا راح يكون باعتبار يوم غد اللي هو 26 يونيو حزيران، عم يصادف يوم مكافحة المخدرات العالمي يعني. فحبينا نسلط الضوء على هالموضوع الهام جدا ونحكي عنه. طبعا بالبداية أستاذ عبد، هو تعد آفة المخدرات من أخطر التحديات اللي عم تواجه المجتمعات المعاصرة، حيث تمتد آثارها المدمرة لتطال الفرد، الأسرة والاقتصاد الوطني. وهي ليست مجرد مشكلة صحية عابرة، بل هي خطر حقيقي يهدد الأمن المجتمعي ويهدد طاقات الشباب التي تبنى عليها الأوطان. بداية لو تعرفنا يا ترى شو هي المخدرات وما هو الإدمان؟ شكرا أستاذ عماد. حقيقة كما ذكرت المخدرات آفة كبيرة وخطر داهم يهدد الأفراد أبناء المجتمع ويهدد كيان الأسرة، تماسك الأسرة، ويصل بآثاره إلى المجتمع برمته. وإذا علمنا أستاذ عماد إحصائيات منظمة الصحة العالمية أرقام مهولة. عدد المدمنين حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية 290 مليون في العالم. رقم كبير. عدد الذين يموتون سنويا في العام الماضي توفي 600 ألف شخص جراء الإدمان عبر العالم. هذه الأرقام مهولة ومخيفة. تكون مخيفة أكثر إذا عرفنا أن معظم هؤلاء بسن الشباب. للأسف. نصل الأستاذ إلى المخدرات. نعم. سألتم المخدرات ما هي؟ المخدرات إما أن تكون مواد طبيعية أو مواد صناعية، منها المواد الأفيونية، في مواد طبيعية مثل القات، في الكحول أيضا، وكلها مواد مخدرة تسمى المخدرات أستاذ الكريم. نعم. وهنالك الإدمان. ما هو الإدمان؟ الإدمان اضطراب نفسي سلوكي معقد جراء وجود خلل في الدماغ، يحدث خلل في كيميائية الدماغ يؤدي إلى هذا الإدمان. طبعا تتضافر عوامل متعددة ليحصل هذا الخلل في كيميائية الدماغ، وبالتالي يكون الإنسان مؤهلا للإدمان بشكل سريع. المدمن يشعر برغبة قهرية بتناول مادة معينة أو الامتناع عن تناولها. يعني هنا آفة الإدمان، وباء الإدمان، شر الإدمان بحد ذاته. تمام. طيب الاستشاري عبد محمد بركو، شو هي المؤشرات اللي عم تعطي للعيان انه ما هي المؤشرات في تعاطي المخدرات؟ حقيقة أستاذ عماد في مجموعة من الأعراض والمؤشرات كما ذكرت التي تدل على المدمن، وإذا انتبهت الأسرة إلى هذه الأعراض والمؤشرات بالفعل لكنا أنقذنا عدد كبير من هؤلاء الشباب. نعم. المؤشرات جسدية، المؤشرات نفسية، المؤشرات سلوكية وصحية ممكن الإنسان أن يلاحظها. المدمن تتوقف حياته الاجتماعية، تفاعله الاجتماعي، عمله يتوقف. إذا كان طالب يتراجع مستواه الدراسي. أيضا يظهر إهمالا واضحا للنظافة الشخصية والعناية بالمظهر بشكل فجائي. تقلبات مزاجية، نوبات صراخ، نوبات غضب لم تكن معه سابقا. تغير في طريقة الكلام، فجأة أنت تحس ابنك يحكي مو أسلوبه هذا. فعلى الآباء الانتباه لهذه الأعراض والمؤشرات. طبعا أرق، مشكلات في النوم، مشكلات تغير بالسلوك، تغير في السلوك بشكل 180 درجة. اضطرابات في النوم،
أرق، اضطرابات في الشهية، صح. فجأة يزيد وزنه، يأكل فرط شهية بتصير معه، فرط شهية أو العكس تماما. بالفعل أظهرت العلامات الواضحة. أيضا حتى يصل إلى الهلوسة، تظهر عليه علامات البارانويا، الشك، الارتياب بالآخرين. يعني هاي ملاحظات مو بس الأخصائي، لازم الأهل ينتبهون إليها جميعا. عزلة، انطواء، قلق، هلوسة، هذيانات بصرية، هذيانات سمعية، تعب دائم، نقص الحيوية والنشاط، بالليل يكون قاعد، النهار نايم، عدد ساعات نومه كبيرة جدا، احمرار العينين. يجب الانتباه إلى هذه. شحوب في الوجه، تشتت، انتباه، ضعف الإدراك، ضعف الانتباه، ملاحظ سواء في حياته العامة، في تعامله الاجتماعي اليومي، أو في نتائجه الدراسية أو علاقاته مع الآخرين، تظهر واضحة كثيرا. أيضا الانشغال بطلب الأموال، فجأة يظهر اهتمام بالأموال. بدي قميص، وهو ماخذ قميص، عنده قميص، لا طلع موديل جديد. القصة مو قصة قميص، قصة نعم إدمان. نعم. وفي أيضا فقدان، هو بحاجة لمال نعم لكي يغطي هذه النفقات. فقدان السيطرة على نفسه، نوبات الغضب، قد يؤذي، أول ما يؤذي نفسه ممكن يضرب البلور، صح. ممكن أن يضرب الزجاج، ممكن أن يؤذي أقرب المقربين إليه من أهله. وحدثت حوادث مفجعة. أنا كنت ساكن في مكان، للأسف الشاب قتل أمه نتيجة حالات مترقية يعني. نعم، في مدينة الحسك الشاب قتل أمه نتيجة التعاطي، وهو شاب يعني صغير حوالي 22 سنة. أيضا السادة الكريم، السرية، ينكر أنه مدمن. تماما. الاكتئاب، الحزن بشكل دائم، هاي منها أعراض الإدمان. تمام. هلا نحب نذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، انتم عم تسمعوا برنامج خاص. طبعا هي سلسله من الحلقات رح تكون عن الصحه النفسيه والجسديه. اليوم عم نحكي عن موضوع هام جدا، محور جدا مهم، ويجب الجهات المعنيه تسليط الضوء عليه. وايضا الاهالي مثل ما ذكر بالبند اللي هلا حكينا عنه، انه العلامات اللي عم تظهر على الشخص اللي مبلش بالتعاطي او اللي صار له فتره، يعني صار معه ترقي. فنحن عم ماشيين بهالحلقه، واسئلتنا جدا مهمه. بنتمنى منكم انكم تتابعونا وتستفيدوا من هاللقاء هذا. ضيفي هو الاستشاري في الصحة النفسية والعقلية السيد عبد محمد بركو. يا ترى أسباب الإدمان شو هنن؟ أستاذي الكريم، يخطئ من يظن أن الإدمان هو ضعف بالشخصية، أنه هذا الشخص ضعيف شخصيته. هذا الإدمان ليس خيار شخصي اختار أن يكون مدمن، بل مجموعة من العوامل المعقدة التي تؤثر في كيميائية الدماغ. عندما تتأثر كيميائية الدماغ تحت عوامل عديدة ومتعددة سنذكرها الآن، يصبح هذا الإنسان معرضا للإدمان. مو شرط ضعف شخصية، مو شرط. نعم. إذن نتيجة تضافر عوامل. أهم هذه العوامل السادة الكريم عوامل بيولوجية تتعلق بالوراثة. لا يوجد هنالك جين وراثي اسمه الإدمان أو مسؤول عن الإدمان، ولكن هنالك جينات يمتلكها بعض الأشخاص تهيئ استعداد للإدمان. تماما. جينات. إذن العامل الوراثي مهم. العامل النفسي تتعلق بالتربة الشخصية للشخص، صح. حالته النفسية، انفعالاته، عواطفه، تفاعله مع الآخرين، المزاج يتأثر كثيرا، الحالة النفسية مؤثرة كثيرا. أيضا السادة الكريم عوامل أسرية التنشئة الأسرية للأسف الخاطئة. يعني هنالك آباء وأمهات نادر ما قبلوا أطفالهم، ربما نتيجة زحمة الحياة، وهي مشكلة كبيرة. الطفل ما يشعر بالحب، ما يشعر بالمحبة. أيضا إذا كبر المراهق هو أحوج، الفتاة المراهقة أيضا هي أحوج إلى المحبة، صح. إلى الاطمئنان، إلى الشعور بهذا الجو، حنان الأبوين. نعم يعني. سيد الكريم، ضعف العلاقة بين الآباء والأمهات أيضا عامل مهم جدا جدا. سيد الكريم، نضيف إلى ذلك العوامل الاجتماعية، رفاق السوء، صح. جماعات الأقران، البيئة القلقة المحيطة بنا هذه الفترة، القلق، التقليد، الفضول، والعوامل الاقتصادية والمعيشية. للأسف. حقيقة
تؤثر كثيرا على هذه الإدمان. هذه العوامل مجتمعة تؤثر على كيميائية الدماغ، فيصبح الإنسان مؤهيئا للإدمان دون أن يكون يتعلق الأمر بقوة الإرادة أو ضعف الإرادة أو كذا. تماما. أسباب حقيقة هي واضحة ويعني بالعيان. هلا الاستشاري عبد محمد بركو ضيفنا، يا ترى هلا شخص ما يسأل يا ترى الإدمان له أنواع؟ يا ريت تحكي لنا. نعم أستاذ الكريم، وسأفصل أيضا. يا ريت. النوع الأول المعروف المتعارف عالميا هو المخدرات المادية أو الصناعية كالمواد الأفيونية الطبيعية، ربما القات موجود في اليمن، الحشيش أيضا. هذه مخدرات مادية أستاذ الكريم متعارف عليها. ولكن هنالك الإدمانات السلوكية، وهي كثيرة ومتعددة لم يسلط عليها كثيرا من الضوء. مثلا إدمان الجنس، ممارسة الجنس، الهوس بممارسة الجنس، إدمان العادة السرية، إدمان مشاهدة التلفزيون الإباحي. عند الأطفال إدمان الشاشات، صح، وهذا مسؤول عن مرض التوحد. تماما. يعني إدمان الشاشات مشكلة كبيرة. عند النساء موجود عند الكل، ولكن عند النساء بنسبة كبيرة إدمان التسوق، صح، إدمان القمار، وإن كان موجود عند الرجال بشكل أكبر إلا أنه إدمان منتشر. إدمان الخزن والتجميع، تلاقي واحد يشتري ساعات ما يستفيد منها، تمام، يشتري مثلا لباس قديم، معاطف معينة، صح. يشتري كتب، يشتري مجلات، وإذا أخذت منه قطعة واحدة، صح. تكون الطامة الكبرى المصيبة. ليش؟ هو مدمن على هذه الأشياء. أيضا أستاذي الكريم، لاحقا أضاف علماء النفس 3 أنواع من الإدمانات، وأنا استغربت حقيقة. إدمان المطالعة، أيوة، قراءة الكتب، أيضا عدوه من الإدمان. إدمان الاستدانة أيضا، أنه عنده أموال ويجي يأخذ من الدكان بالدين. إدمان العمل، يعني هنالك أناس في خلال عملنا رأينا أناسا يعملون 20 ساعة من 24 ساعة بطاقة كبيرة، علما أنه الناس النايمين نوم 12 ساعة ما يعملون مثلهم، هو مو شبعان نوم. إذن لديه إدمان في العمل. ومن خلال أستاذ عماد الحياة رأيت أن هنالك أيضا نوعين من الإدمانات، ولا شك أنك ربما ستؤيدني. إدمان التسول أيضا، هنالك أناس على وضع مادي جيد ولكنهم يتسولون. إيه، يعني ربما بالفعل بشيء بدافع غير قهري، هو الإدمان سلوك قهري، لديهم حرفة هي. إيه يعني إدمان التشرد. يعني أنا سألت بعض المتشردين أثناء دراستنا بالعاصمة، يجدون متعة أن ينام على الرصيف، يضع كرتونة تحته، متعة أن يأكل. هو ما بيكون بحاجة، يعني ما يكون بأي حاجة. طبعا الأكثرية هم بحاجة، ولكن هنالك نسبة بينهم، نسبة مهمة جدا، أنهم مدمنون على التسول ومدمنون أيضا على التشرد. لازم هذول يصنفوا كمان ضمن المدمنين، يعني اقترح تصنيفهم. أكيد هاي بدها دراسة. أكيد. وشكرا للملاحظة. أكيد. الاستشاري عبد محمد بركو ضيفنا، يا ترى أضرار المخدرات، طبعا الكل أكيد بيعرف شو هي أضرارها، لكن أنتم كنظرتكم شو هي الأضرار؟ ذكرت أستاذ عماد في المقدمة أن المخدرات آفة، وهي بالفعل آفة خطيرة أكثر مما نتصور. يعني أضرارها نفسية، أضرارها صحية، أضرارها اجتماعية، نقف عندها قليلا. الأضرار النفسية فقدان الوعي، صح. إصابته بحالة من الارتياب والشك، يكون عنده سلوك باروناية. نعم، الشك والارتياب هذا أيضا مهم جدا. التقلبات المزاجية التي ذكرناها، الهلاوس السمعية والبصرية، الانهيار النفسي والتقلبات المزاجية، الاضطرابات السلوكية الحادة أحيانا تجنح إلى ناحية العنف أحيانا، وأيضا القلق والاكتئاب والغضب، وأيضا التصرفات غير اللائقة اجتماعيا. نعم. أكيد. أيضا الأضرار الجسدية تؤثر على ضعف المناعة، والدليل أستاذ الكريم أن أكثر هؤلاء يتوفون في سن الشباب.
يعني مناعة الجسم تضعف، يصاب بتليف الكبد أو تليف الدماغ، هاي من الأعراض الهامة. مشاكل القلب، يعني الإدمان وباء فتاك. التسرع نبضات القلب هو مسؤول عنه. ضغط الدم المرتفع. نعم. الاحتشاء العضلة القلبية، الجلطة القلبية، الذبحة القلبية، هذه معظمها مسؤول عنه الإدمان، وخاصة في سن الشباب مع تعاطي أنواع معينة وجرعات كبيرة منها. أيضا خلايا الدماغ تتأثر تأثرا كبيرا بالإدمان. أول مركز الذاكرة، صح. مركز اتخاذ القرارات. يعني المدمن أنت تعرفه زلمة ممتاز كويس يشتغل، فجأة كلمة توديه وكلمة تجيبه، لأن تتأثر مراكز اتخاذ القرارات في المخ تأثرا كبيرا أستاذ الكريم. أما الأضرار الاجتماعية واضحة، من أهم نتائجها الفقر، إنفاق الأموال بكثرة، السرقة والنصب والاحتيال، حتى أحيانا الوقوع بالجريمة لطلب الأموال. نعم. ورأينا محاولة الانتحار ربما يعني. نعم أستاذ عماد، ذكرتني بالفعل، شكرا لهذه الملاحظة. معامل الانتحار مرتفع جدا بين المدمنين، وخاصة في سن الشباب، سن الاندفاع وسن التهور. يعني بالفعل أسر كثيرة أيضا تخربت بسبب الإدمان. الطلاق الفجائي، صح. الارتجال، ضعف اتخاذ القرار، القيام بتصرفات غير مسؤولة. يعني المدمن أحيانا تراه يقع عند حاوية قمامة ينام، أو ربما يتعرى، أو ربما يقوم بعمل غير مناسب، شائن أخلاقيا، غير يناسب، ما يناسب قيم المجتمع. وأيضا الانعزال والكسل والتأثير على العمل بشكل كبير، أو الدراسة، أو نشاطات الشباب بشكل عام. كلها حقيقة يعني عوامل يعني مؤسفة يعني حقيقة. طيب سؤال آخر، يا ترى ما هي أهم العلاجات النفسية المستخدمة بمجال علاج الإدمان؟ حقيقة أستاذ الكريم تتعدد العلاجات النفسية تبعا لعدة عوامل. تبعا للمدرسة، في هنالك مدارس متعددة في علم النفس، مدرسة علم النفس التحليلي، مدرسة العلاج المعرفي السلوكي. نعم. أيضا تتنوع بسبب حالة الفرد، طبيعة الإدمان، هاي أسباب مهمة. من العلاجات التي أراها مهمة العلاج الجمعي المعرفي السلوكي. هذا العلاج يقوم على مجموعة من المدمنين من 6 إلى 10 أشخاص، يشرف عليهم أخصائي أو معالج نفسي أو طبيب نفسي ربما. هدفها تعديل الأفكار الخاطئة التي أدتهم إلى الإدمان، تعديل هذه الأفكار الخاطئة التي أوصلتهم إلى الإدمان، واستبدالها بنشاطات، بهوايات، بأفكار أكثر إيجابية. يعني أيضا زملاء أستاذ الكريم، هذه الجلسات تصل إلى 14 جلسة، تتعدد وتتوزع على مراحل، وهو علاج ناجع ثبت فائدته حقيقة، لأنه يغير طريقة تفكير الفرد ونظرته إلى الأشياء، ويستبدل التصرفات الخاطئة بأخرى إيجابية مناسبة للمجتمع، ويتأقلم كثيرا مع المتغيرات والتحديات. تماما. برأيكم ضيفنا الكريم، ما هي أهم أو أهمية استخدام الأدوية أو أدوية العلاج الإدمان؟ يعني حقيقة أستاذ الكريم، قبل العلاجات الإدمانية أيضا نذكر جوانب أخرى، علاجات نفسية أخرى، مثل العلاج الفردي يتوجه إلى الفرد. والعلاج الفردي جزء مهم جدا في التعافي، يتبنى النهج الذي يرى أن الإدمان أكثر من مجرد الاعتماد على مادة معينة. العلاج الفردي يرى أن الإدمان ليس مجرد الاعتماد على مادة، بل هو شبكة من العوامل والأسباب السيكولوجية والنفسية والسلوكية والاجتماعية، يتناول هذه المشكلات جميعها ويحلها، ويتأقلم المدمن معها كطريق أساسي للحل، دون إطلاق أحكام مسبقة، مع تقديم الدعم والمشورة اللازمين لكل حالة على حدة. تماما. أيضا السيد الكريم، تفضل. العلاج التعليمي، وهو علاج مهم، تعلم الشاب أو الإنسان أن يعيش حياته، يخلي كل شيء يعدي،
يعيش حياته يوم بيوم، لحظة بلحظة، بكل التحديات، بكل المصاعب، ونعلمه طرق حل المشكلات، طرق التكيف، طرق المرونة والتكيف مع هذه المشكلات، وتنظيم انفعالاته وعلاقاته مع الآخرين تكون أكثر إيجابية. وبالفعل هذا العلاج منتشر جدا وهو سهل جدا على الأخصائيين النفسانيين. العلاج الآخر المهم أيضا أستاذي الكريم العلاج النفسي الديناميكي. الإنسان جزء من مجتمع، الإنسان كائن اجتماعي. ينظر هذا العلاج إلى أن الإنسان يجب أن يتفاعل مع محيطه الخارجي، يجب أن نستفيد من خبراته السابقة في علاج إدمانه الحالي، وأيضا على فض المشكلات وحل المشكلات والنزاعات الموجودة في حياته. أنت إذا حليت المشكلات النفسية عنده ربما الاجتماعية يكون الطريق سهلا للتخلص من المادة الإدمانية. حينها يأتي دور العلاج الدوائي الذي سألت عنه. نعم طبعا كله بيكمل بعض. أحيانا ممكن أنه تعالج بطريقة ما المشكلة الأخرى تنحل تلقائيا يعني تماما. يا ترى الانتكاس شوي يعني حكيتوا انه والله تجربته الماضيه انه الانتكاس والعوده لتعاطي المخدرات يعني هو فشل العلاج ام شو؟ شكرا استاذ على هذا السؤال. كما ذكرت بالفعل هنالك تكامل بين العلاج الدوائي والعلاج النفسي. هذا التكامل مهم. ما لا يستطيع تقديمه العلاج النفسي يستطيع الدواء تقديمه. تمام. وخاصة مع بعض إدمان على المواد الأفيونية. نعم. هذه المواد تحتاج إلى تناول دواء مضاد لكي تخف وتقل عددها حتى تزول، ودون أن نغفل أهمية العلاج النفسي. إذا أعطينا المدمن أدوية ضد الانتكاس وأهملنا العلاج سوف يصبح انتكاسا. علينا أن نوائم بين العلاج النفسي والعلاج بالدواء أستاذي الكريم. أما الانتكاس يعني أنا أعتقد أن الانتكاس جزء من رحلة العلاج. يعني في كثير من حالات الإدمان أستاذ عماد يحدث انتكاس تماما. يعني جزء من أساسي من رحلة التعافي أن المدمن ينتكس. هنا يتم التدخل بشكل إيجابي. الأدوية العلاجية حقيقة تخفف من الحماية، تقوي الحماية، تخفف من عناصر الانتكاس دون إهمال العلاج النفسي. فكما نحن مع الأمراض المزمنة إذا أهملنا العلاج يحدث انتكاس بالصحة. في الإدمان الأمر أكبر وأخطر. إذا أهملنا العلاج بجانبيه النفسي والدوائي يحدث الانتكاس، وهنا مشكلة كبرى. لماذا؟ إما أن نتصل بالطبيب فيغير الجرعة، ربما يقللها، ربما يزيدها، ربما يغير العلاج برمته، وببعض الأحيان تصل انتكاسات إلى درجة خطيرة. لماذا تحدث هذه الانتكاسات؟ لأن المدمن يتعاطى نفس المادة نفس الكمية التي كان يتناولها قبل رحلة العلاج. يتعاطى مادة نفسها التي كان يتعاطاها قبل رحلة العلاج، وهي بالتالي تؤثر عليه لأنه خضع للعلاج ومر مرحلة وصار عنده تحسن. فلما يتناول نفس المادة التي كان يتناولها سابقا حقيقة استجابة جسده تكون سيئة لهذه المادة، تكيف الأعضاء مع هذه المادة تكون سيئة، لذلك بالفعل تسبب أعراضا قد تؤدي به إلى الموت. تماما. إذن حالة الانتكاس هي حالة طبيعية قد يمرق فيها أحد المرضى، فهي تعتبر حالة عادية وهي ضمن رحلة الشفاء يعني. تماما. لا، كيف بدنا نحمي شبابنا وأفراد المجتمع من خطر الإدمان؟ شكرا أستاذ عماد على هذا السؤال. بالفعل مسؤولية الجميع، بدءا من الأسرة، نعم، بدءا من الفرد نفسه، بدءا من مؤسسات المجتمع المدني، المنظمات، الجمعيات. الحماية تبدأ أستاذي الكريم من الفرد. تمام. أنا أرى أن كل إنسان سوي يجب أن يكون لديه قدر هام من المرونة الذاتية. أنا لما تكون عندي مرونة في التعامل مع التحديات، مع المشكلات، أتقبلها، أتكيف معها نحو الأفضل. أما عندما لا تكون وجود مرونة أنا لا أستطيع أن أتكيف مع مشكلات الحياة وهي كثيرة.
وهنا عدم التكيف مع مشكلات الحياة وتحديات الحياة للأسف يقودنا إلى المواد المخدرة. أيضا التقدير العالي للذات، وهنا دور الأسرة، يجب أن تعطي تقدير اهتمام عالي لأبنائهم، ثقة بالنفس، تعطي شخصية. هذه كلها عوامل مهمة جدا. أيضا على الإنسان أن يطور مجالاته في مجال المهن الشعبية، ربما في الشهادات العلمية، أن يسعى نحو الأفضل، أن يطور مهاراته الحياتية، ربما يكون فنان مبدع، ربما يكون شاعر جميل، يسخر هواياته، يكون شاعر جميل. نعم. ربما يكون مصور تلفزيوني بارع. نعم. مذيع تلفزيوني بارع. إذن هل الإمكانيات هاي كلها، المهارات هاي كلها تساعد الإنسان على تجاوز هذه المشكلة. وأيضا السيد الكريم، لما احنا يجب أن نطور منظومة ذاتية. نعم. أنا ممكن عندي طريقة معينة لحل مشكلات، يجب عندي طريقة معينة لإمضاء أوقات الفراغ، هاي مهمة. تنظيم العواطف، تنظيم مشاعري مع الآخرين، مع نفسي، هاي كلها عوامل السيد الكريم مهمة جدا جدا للتقليل من مخاطر المخدرات على مستوى الفرد، والوعي والتوعية أساس كل شيء. أكيد. أيضا السيد الكريم، فضل. عوامل الحماية، نجي إلى الأسرة، مهمة جدا، تعطي جو آمن، طمأنينة، جو محبة إلى أبنائهم، تقوية الروابط الأسرية. للأسف روابط الأسرية مفككة، الأبناء في وادي والآباء في وادي. نعم. وهي طامة كبرى، هاي مشكلة كبرى. يعني خاصة ليش المدمنين أكثرهم حسب إحصاء منظمة الصحة العالمية في سن الشباب، في مرحلة الشباب، مرحلة الضياع يعني حقيقة. صح. فالحضن الدافئ، الأسرة الدافئة، الأب الحاني، الأم الحانية تفيد كثيرا. التواصل، المحبة، يعني حتى احنا للأسف في الأرياف لغة محبة، التواصل بين الآباء والأبناء ضعيفة. يعني وهن من المفروض الأرياف إن بالضبط مركز بالضبط العكس تماما أستاذ. أيضا السادة الكريم، تشجيع القيم الإيجابية والحوار في الأسرة، الحوار مع الأبناء. يعني إذا لاحظت سلوك ابنك مثلا متغير، اسأله. إنما زحمة الحياة دائما الظروف والنصح تقارب من الأطفال، يعني الأولاد، الاقتراب من الشباب والأطفال. مثل شامي يقول إذا كبر ابنك خاويه، يعني صمام أمان. لعل هذه الفتاة تبوح لأمها، صح، أو الولد لأبيه، أو العكس تماما. نعم. تحل المشكلة، ولكن هذا التباعد بسبب صعوبات الحياة. صح. بالفعل خلق فجوة هائلة، خلق فجوة بين الأجيال، جيل الآباء وجيل الأبناء. السيد الكريم، أيضا الحماية المجتمعية مهمة جدا جدا سيد الكريم، لأن المجتمع هو بالنهاية الخاسر الأكبر. صح. توفير بيئة آمنة بدءا من المدرسة لنشأة الأطفال والتلاميذ، تعزز تنمية الشخصية، تعزز السلوكيات الإيجابية، تعزز القيم المجتمعية. أيضا السادي، هنالك دور مهم للجمعيات والمنظمات لهذا الجانب التوعوي. ونحن في حقيقة الأمر لدينا عدة مستوصفات في أرياف محافظة الحسكة، منها مستوصف مخروم، مستوصف عبدان، مستوصف الغرة، مستوصف تل حميس، مستوصف تل برك وغيرها. نقدم في هذه المستوصفات الدعم النفسي والجلسات النفسية الجماعية بشكل مستمر، بشكل شبه يومي، من خلال الأخصائي النفسي، من خلال مدير الحالة. وحقيقة الأمر العبء الأكثر يقع على المثقفين الصحيين. المثقفين الصحيين يقومون بجولات توعية حتى إلى المنازل، إلى المدارس، إلى أماكن تجمعات الناس. هذا الدور مهم جدا في هذا المجال. أيضا السيد الكريم، سن تشريعات وتطبيقها ضد الإتجار بالمخدرات وضد تعاطي المخدرات، يقلل منها. أيضا لا ننسى دور الدين. حقيقة الأديان السماوية جميعها، الأديان المختلفة، تدعو إلى المحبة، تدعو إلى الإخاء، السلام، التسامح. نعم. يعني الإنسان هي تعتبر إلى حد ما التعاليم الدينية والقيم الروحية بمثابة صمام أمان ضد الإدمان. أيضا الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية مهمة جدا جدا لملء أوقات الفراغ لدى هؤلاء، ولا ننسى ملء الفراغ بما هو مفيد دائما. تماما.
جميل جدا كل ما ذكرته ضيفنا الاستشاري بالصحة النفسية والعقلية السيد عابد محمد بركو. رح نختم لقائنا بسؤال يعني الأخير اللي هو يا ترى هل هناك مراكز لعلاج الإدمان عندنا بالمنطقة؟ في حقيقة الأمر أستاذ الكريم، أنا تدربت لأكثر من 5 أشهر مع مجموعة من الزملاء في منظمة سابقة في الرقة لمعالجة الإدمان. نعم. ومن خلالها تعرفت على هؤلاء وعلى بعض المراكز الموجودة في الرقة. حقيقة يوجد في الرقة 3 مراكز مهمة لعلاج الإدمان. نعم. منها المركز التخصصي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، يعالج الإدمان بمختلف مواده ومنشطاته، السلوكيات الإدمانية، فضلا عن علاج الاضطرابات النفسية مثل الذهان، الفصام، اضطراب ثنائي القطب، الوسواس القهري وغيرها. وهنالك أيضا في هذا المركز المهم مقر للإقامة والمبيت والعلاج الكامل المتكامل. يعمل فيه مجموعة من الأطباء النفسانيين والمعالجين النفسيين مع الممرضين النفسيين. بالفعل هذا المركز مهم جدا في الرقة مع المراكز الأخرى، ويستقطب من محافظات أخرى مثل الحسكة، مثل دير الزور، يستقطبوا كثيرا. نعم، من المنطقة الشرقية. نعم، في هذا المركز يتكامل العلاج الدوائي مع العلاج النفسي، يشرف عليه الأستاذ عبد الله الخلف مدير المركز مع مجموعة حقيقة من المعالجين النفسيين. المركز يحقق تقدم مستمر ويحقق نتائج إيجابية كبيرة. طبعا سررنا بهالمعلومة هاي أيضا، وسررنا بوجودكم الاستشاري بالصحة النفسية والعقلية السيد عابد محمد بركو على المعلومات القيمة اللي تفضلت فيها. شكرا لكم لإتاحة هذه الفرصة للقاء. أشكر شبكة بوير الإعلامية، وجزيل الشكر لك من وراء الميكروفون ولزملاء المصورين. شكرا لكم، شكرا لحسن استماعكم مستمعينا ومشاهدينا. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.